صباح الخير، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير، أو مساء الخير إذا وصلكم فيديو اليوم في المساء. اليوم جيتكم ماشي بيدي فارغ، جيت بروتين تحفيزي باش نحفز خواتاتي وبناتي. أكيد دي فوا يحكمنا اكتئاب ولا طاقة سلبية ما نقدروش. نقول لكم نعطيكم ناستوس. ديروا بشوية كي تحبوا تديروا. اكيد ما كاش انسان ما تحكموش طاقه سلبيه ولا مواقف صعبه ولا حاله حزن. ربي يبعد عليكم الحزن ان شاء الله. ولكن نحاولوا نغيبوا ايام ونرجعوا بقوه هنا. انا هنا كانوا عندي الكجوره في المطبخ ديالي لي تيغوار، شفتهم باللي بداو يتوسخوا هما. يعني ماشي مسخين اكرمكم الله، ولكن حبيت نستويهم وننظفهم بديزانفيكتون ايكو، المنتج هذا اللي شاركته معكم في فيديو سابق. والله ما يديش وقت منكم التنظيف، وتاني ترجعوا القجوره ديالكم يلمعوا. قلت لكم ديجا تقدروا تنظفوا بهم اي سطح او اي بلاصه حبيتو، خاصه في المطبخ وفي الحمامات وفي كل مكان. القجوره ديالي كما راكم تشوفوا فيهم حالتهم حاله. على بالكم كي يكوى اليد، كي نجبدو لي شوز اللي نسربيوهم آه، يرتواو يتخربطوا كامل. راني هنا نجبد في القجوره ديالي، وريت لكم حالتهم كيفاش كانت. هذاك الجر الاول نحط فيه هادو لي زوستونسيل، هادو الفرشيطات، مغارف، السكاكين اللي نسربيو كل يوم. هنا ندير قوالب الحلوى والصحافي، كل بلاصه عندها كل حاجه عندها واش راهي نحط. هنا لي طورشون، لي بلاطو، حوامل تاع لا طابل، لي سيت دو طابل، حاجات يعني كما راكم تشوفوا بسيطه كأي موجوده كأي بيت جزائري. ما تبخلوش عليا برك بالجام باش يطلع الفيديو، جزاكم الله خيرا. احنا قنوات الطبخ او كل قناة راهي تتعب. هنا راني نفرغ في القجر الاخير بديت به، فرغت الاشياء اللي كان فيها. هنا كان واحد الفوتات ما على باليش تاع واش، وكان البابي راني نحيته. انا كنت مغلفتهم بلي البابي بيض نظيف اكيد. نحيتهم ومن بعد جبت ايكو ديزانفيكتون، مسحت به بقطعة قماش مشمخة. والله العظيم ما يديش منكم وقت، راني نحفز فيكم ونحفز في روحي ونقول لكم ايفيتيو تخدموا نهار الجمعة نخليوه للعبادة. اللي يحب يخرج مع وليداته للتحوات ولا مع خوتو وخواتاتو، نحاولوا نيفيتيو ماشي نهار الجمعة كي يكونوا ازواجكم ولا اولادكم في البيت نجبدوا كلش. وجاوبوني نتوما في التعليقات الا عندي الحق ولا ما عنديش. هنا راني حطيت ايكو ديزافيكتون كيما قلت لكم، صالح يكون الاسطح بقطعه قماش مشمخه. راني ندير فيها، استغفر الله واتوب اليه، ربي خير واحسن. شمخت، مسحت مليح مليح. وما تنساوش الكوانات. تاني نقول لكم خواتاتي وانتوما بناتي، عاونوا امهاتكم، عاونوا خواتاتكم، ما فيها والو. وما تخليوش دنيتكم وسخة أكرمكم الله. كل نهار وبركته اللي تقدري. أكيد كلنا تعبانين وكلنا عندنا مشاكل، ولكن الإنسان يحاول ساعة على ساعة ما ينساش دنيته، ما ينساش كوزينته. بعد ما مسحته ونشفته بقطعة قماش جافة شيحة، راني راح دوك نرطب هادو الحوامل انا اللي خيطتهم تاع الفور تاع باش نحطو قدرة سخونة. خيط تاني طابلي دوك نوريها لكم. في القجر هذا تاني نحط لي طورشون. حاولوا خواتاتي اللي حتى ولو ما عندكمش فن يعني هواية الخياطة، حاولوا تقتصدوا على روحكم وتخيطوا أشياء بسيطة في البيت. هذا اللي سد الطابل الأخرين نسيت ما وريته لكمش، راهم مخبيين في لي زيليمون الاخرين. راني رتبت القجر ديالي الاول هكذا، ان شاء الله ترتيبي يعجبكم. توتفاسون هنا كنت زربانه، راني برك حبيت نصور الروتينات البسيطه لاختكم، يوميات ووصفات جزائريه. اكيد ما تبخلوش عليا بالجام باش يطلع القناه. جزاكم الله خير، ونكمل السوايع الى محتوى يناسبكم ويليق بكم.
هنا زيد فرغت القجر تاني كما راكم تشوفوا، فيه الصحة، فيه لي بول، فيه هادو القوالب تاع الحلوى، كيف نفس الطريقة كيما في القجر الاول بايكو ديزانفيكتون. زيد شمخت وحبكت مليح بهذا المنتج ايكو ديزانفيكتون نيتوايون. هذيك العلامة اللي راكم تشوفوا هذه ما قدرتش نحيها باسكو موالفة ندوح نحي بالوود جافيل يفسد لي ويطلق لي الصفورة. هذا الناس اللي يركبوا لي تيغواغ المطبخ ديالي كي داروا بالكريون ما حبش تروح لي اللي عندها ادنى فكرة تقول لي كيفاش نحي لاطاش هذيك، ماشي بلونك ماشي بالحبر، بالكريون ما حبش يروح. ومن بعد زيد نشفت جففت بقطعة قماش جافة وابسورباتيف وتمتص السوائل. هذه نتاع كانت عندي نتاع لاصقة في واحد المونش كنت ندير بها لي عفوا لي بلافون. ومن بعد نحيتها درت لها إعادة تدوير، ما تضحكوش على اختكم، وراني ندير بها الاسطح ديالي والقجوره ديالي. باسكو لو كان نقول لكم ما ديروش لو جافيل الا اذا خففتوها بالماء، انا ما حبيتش نحط لو جافيل خاطر هذه النوعيه نتاع الماده هذه ولا ما على باليش كيفاش اسمها تفسد لكم لا كولور وتردها لكم صفرة. باسكو جربت لو جافيل في بيبان تاعي والله صفرتهم لي وعطات منظر بشع. هنا قجر الاخير ثالث، عفوا راني نرتب هنا في القجر الثاني اللي فيه يعني كنت ابوبخي باسكو كنت كيما قلت لكم زربانه كانت عندي خرجه. عاودت رتبته وزيد عاودت درت القجر الثالث. ان شاء الله تكملوا الفيديو للاخير، ما تبخلوش اختكم باللايك ديالكم بالدعم وشكرا لكم. هنا راهو رتبته باسكو كنت زربانه. ان شاء الله ترتيبي يعجبكم وروتيني يعجبكم. كملت القجر الاخير هذا اللي فيه لي فورشات سكاكين مغارف. وانا دائما نحط في القجوره ديالي نحط البابي هذا البابي يتباع وكيله 50,000 لو متر والله ما على بالي كيفاش اسمه. هنا باش نحاول الاوساخ تجيني فيه باش نرميه ونعاود نشري ونحط واحد، ولا تقدروا تحطوا كتدبيره بابي كويسون اللي حبيتو. كما راكم تشوفوا هنا عندي غير شويه كميه فوتات. وما تغفلوش على لي زيليمون ديالكم والقجوره ديالكم خاطر لو كان تخليو لي طاش هكذا الوساخ كرمكم الله ولا الفتات ولا تتراكم عليكم الخدمه وتعجزوا. انا هذه هي التدبيره اللي نقولكم. وتدبيره الورق هذاك ولا الورق الطبخ والله احسن تدبيره. ما على باليش الا ان شاء الله يعجبكم التدابير ديالي البسيطه. هنا راني كما قلت لكم نفس الطريقه. زيد كملت بالنشافه هذيك بقطعه قماش بعد ما درت بايكو ديزانفيكتون. كملت بالنشافه هذيك عفوا بقطعه قماش الماصه اللي تمتص السوائل. هذه درتها من كما قلت لكم مونش ابالي. واحد المونش كان عندي كبير والله ما رميتها باسكو قعدت جديده، المونش تكسر بصح هي قعدت. شوفوا الترتيب ديالي البسيط نتاع القجر ديالي الثالث. بعد ما خلصت اكيد حنا بعد ما نخلصوا كانوا عندي الحوايج تاني حطيتهم في لا ماشينه لافي خسلتهم لي ما كانوش حوايج بزاف. وزيد جوزت على قجوره من برا بنفس المنتج ايكو ديزانفيكتون. اشريوها على ضمانتي والله ما تندموا. حطيت حويجات وليداتي يتغسلوا ساعه. هنا هذه كوندور والله ربحت فيا الحمد لله. لا ماشينه لافي ما ولاتش من الكماليات اللي عنده امكانيات يحاول يشريها. والله العظيم الغسيل صعيب بزاف. هذا الصابون كما راكم تشوفوا انا خدمته في الدار. إلا حبيتوا نوريه لكم، إلا حبيتوا المكونات البسيطة المتوفرة في كل بيت ندير لكم فيديو عليه. وراني هنا راني نسيق به سيقت به الأرضية، نسيق به الحمام والتواليت أكرمكم الله. هادو حويجاتي طبقوهم هكذا كي ديروهم باسكو كي يخرجوا من لا ماشينه لافي يتكرفسوا باش كي تنشروهم يقعدوا مطبقين مليح. هنا في الاخير كملت بتسييكه عفوا كوزينتي لازم حتى هي نفحفحوها عفوا وندوشوها. ان شاء الله اللي يلحق نهاية الفيديو نقول لك جزاك الله خيرا.
ربي إن شاء الله يعطينا صحيحتنا. ما تغفلوش على دياركم، ما تغفلوش على يعني بيوتكم. يا محلى كالو كان يبقى هذاك البلاكار، ما تضحكوش عليا، اني ما كملتوش مازال. ان شاء الله يرزقني ربي وندير له بابو. يا رب يرزقنا جميعا من الحلال الطيب. شكرا لكم، ونقول لكم السلام عليكم، في امان الله.